السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك اشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن أخبار محترفي المنتخب الوطني الجزائري. في ليلة ودية مهمة واجه المنتخب السعودي نظيره الجزائري على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة في مباراة تحضير قبل كأس العرب وكأس إفريقيا. المباراة انتهت بفوز الجزائر 2-0 على الأخضر السعودية. الشوط الأول كان متوازنا نسبيا ولم تسجل أي أهداف. في الدقيقة 75 احتسبت ركلة جزاء للمنتخب الجزائر إثر عرقلة داخل منطقة الجزاء وتم تحويلها إلى هدف بواسطة رياض محرز. ثم في الدقيقة 86 أضاف رفيق بالغالي الهدف الثاني للجزائر ليحكم على النتيجة بالفوز الجزائري. ومن جهة أخرى السعودية حاول الأخضر الضغط لكن دفاع الجزائر والحارس مرماهم تعاملوا مع محاولات السعوديين، خاصة المحاولة من سالم الدوسري الذي واجه صعوبة في اختراق التكتيك الدفاعي. وفق تقارير الإعلام أحد التصديات المهمة كانت أمام تسديداتها. وبحسب الصحف السعودية هذه المباراة تأتي ضمن معسكر الإعداد لبطولة كأس إفريقيا، وهي نقطة اختبار قوية لفريق المدرب هيرفي رينارد. بعدها جاء تصريح من سالم الدوسري بعد الخسارة: أولا هذه المباراة حملت رمزية خاصة للدوسري، شارك في المباراة رقم 100 دولية مع المنتخب السعودي، وهو إنجاز كبير يعبر عن خبرته الطويلة والتزامه مع الأخضر. رغم الخسارة رأى الدوسري أن الأداء لم يكن كارثيا لكنه يعكس مرحلة تطور مهمة في كرة السعودية. الخسارة أمام الجزائر ليست مجرد نتيجة سلبية، بل بالنسبة لي دليل على أن الدوري السعودي والمنتخب يتطورون. فالجزائريون استغلوا الفرص لكننا كنا قريبين من تقديم مستوى أفضل. هذا ما فهم من التصريحات المنقولة حول موقفه. أضاف الدوسري: حسب ما تنقلته بعض المصادر ما أراه في المنافسين الآن من لاعبين مثل محرز وعوار الذين يلعبوا في الدوري السعودي يعكس أن الدوري السعودي يقدم مستوى تنافسيا أعلى، وهذا ينعكس على المنتخب أيضا. من جهة نظره هذه الخسارة تمثل فرصة للاستخلاص والتعلم. نحن نعمل على إشراك المواهب ونعلم أن مثل هذه المباريات أمام فرق قوية مثل الجزائر مهمة جدا لنا، وهذا ما نستغله قبل البطولة المقبلة. كما أن دخول نادي المئوية يمنحه دفاعا معنويا، لكنه لا ينسى الهدف الأساسي: تمثيل المنتخب بأفضل ما يمكن والعمل مع زملائه لتحقيق نتائج أفضل في القادم من الاستحقاقات.